والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق. يتتعتع قال النووي يشتد عليه ويشق عليه. يقرأ القرآن وهو شاق عليه قال له أجران. أجر ماذا وأجر ماذا؟ أجر القراءة، هذا الأجر الأول. والأجر الثاني أجر إيش؟ أجر التعب والمشقة، وهو يتتعتع فيه وهو يشق عليه، فله أجران: أجر القراءة وأجر المشقة والاجتهاد في قراءة القرآن. وهذا فيه تنبيه لنا، يعني إن كان القرآن يشق علينا أو يشق على كثير منا ويحصل الإنسان مشقة ومجاهدة فله أجران. تذكر هذا الحديث حتى ينشط في قراءة القرآن ويعرف أن هذا التعب وهذه المشقة فإنه فيها مأجور عند الله تبارك وتعالى. نعم.